السلام عليكم. مركز جراحات الشخير، وزي ما بنقول دايما من فضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهارده الحقيقه معانا الاستاذ رسلان، يعني ما اقدر اقول من اصعب الحالات الطنين اللي جات لي، من اصعبها على مدار 10 سنين شغل حقن داخل الاذن. انا مش هينفع اتكلم واقول ايه الحاله الا لما هو يقول لي، لان هو الحقيقه لف الدنيا كلها وجاي لي مخصوص من امريكا، وبدأنا معاه بطريقة جديدة للأذن اليسرى غير الأذن اليمنى. أحب إن هو يتكلم الحقيقة. عرفنا بنفسك يا أستاذ رسلان. أرسلان إبراهيم من شيكاغو من أمريكا. أهلا وأنا بيك. أصلا من العراق. أهلا بيك. وبعاني من حساسية الجهاز التنفسي من وأنا عمري 28 بسبب الحروق والدخاخين. تمام. فتأثرت إذني الشمال أكثر شيء في 2013 اها. قبل 14 15 سنة، وبتعرض لآلام كثيرة بإذني ودوخة باستمرار وفقدان للتوازن وطنين وأصوات. بقالك كم سنة؟ وقطارات. كم سنة؟ من 2013. يعني تقريبا 12 سنة. 12 سنة بالضبط. احنا في 2025. ما خليتش دكاترة، أنواع الدكاترة. فين؟ في أمريكا طبعا. في أمريكا. في أمريكا. امم وفي مدن مختلفة في أمريكا. ما فيش علاج لحالتي، أعطوني إبر حساسية 5 سنين، تحسن بسيط، بس الألم والطنين والوجع موجود. كويس. فبتفرج على الفيديوهات أونلاين وشفتك على التيك توك. مشكور التيك توك. من قد إيه بقى؟ شهر؟ قبل شهر ونص. من شهر ونص. شهر ونص. تمام. فقررت إني أجي عندك لأنه في انت أمريكا جاي مخصوص ليا. مخصوص من شيكاغو. من شيكاغو هنا مخصوص لي. عشان تحقن ودنك. عشان أحقن ودني، لأنه في شيكاغو بيقول لي إحنا مش شايفين سبب إنه نحقن ودنك. وطبيب الحساسية قال لي لا، في سبب. أطباء الأذن مش شايفيها، شوف لك طبيب يحقن لك الأذان. فدورت لقيتك أنت. في أمريكا ما فيش حد بيحقن الأذن؟ بيحقنوا، بس إلا تورجيهم الأسباب بالضبط. يكون عندك تلف وسوائل بتطلع من ودانك، وأنا مش مبين عندي بسبب الحساسية. كويس. فبيقول لي الحلزونة اللي في ودانك، الشعيرات اللي عليها بتحسس من كده. ما حدش في أمريكا رضي ما رضيوش خالص، ولا خاص ولا في التأمين الصحي بتاعك ولا حاجة خالص. أبدا. كان العائق أو الرفض بتاعهم بسبب إيه؟ الامرايز، الصور الأشعة ما بتبينش إنه عندي سبب للحقن. يعني عملوا لي عملية هنا عشان توسيع القناة اكستاكيوس، وعملوا لي عملية هنا عشان تنفس. كويس. ما فيش حاجة. الإبر دي إذا عملت لك تلف مشكلة علينا، احنا ممكن تشتكي علينا. هي دي بقى، هي الميديكو ليجال دي، هي الخوف. أيوة، كله الأطباء من المساءلة الطبية في أوروبا كلها وفي أمريكا. أنا عارف الكلام ده. أنا هنا راسلتك فورا، فقلت لي تعال نشوف حالتك. نشوف. فأنت شفتني، وأنا صراحة بديت أحس بتحسن بعد ثالث إبر. لا استنى احنا لسه واحدة. الأستاذ رسلان طبعا لما جالي، احنا بقى لك معايا 10 أيام تقريبا؟ أكتر. لا، اسبوعين. جانا من اسبوعين وحكى لي طبعا قصته الحقيقه. يعني حاله صعبه، حاله لما تيجي من امريكا ولف الدنيا كلها وادوا له علاج ومحدش رضي يحقن له ودنه، والوش مضايقه وفي دوار شويه وفي حساسيه، وهو اساسا الغبار والتعب بيعمل له مشاكل جامده جدا. اول حاجه قلتها له يا استاذ رسلان، خد بالك، وده اللي دايما بقوله وبكرره في كل الفيديوهات، خد بالك ان الحقن مش لازم يجيب نتيجه 100% ولا 1%. احنا بنحقن وبننتظر الرياكشن او الاستجابه الاذن للحقن اللي احنا بنعمله. كلامي مظبوط؟ صحيح. وده اللي انا قلته، وقلت لك يعني لو عايز تاخد معانا هذه التجربه، ان لم تنجح او ان لم تفيدك لن تضرك. صحيح. وكان القرار بتاعه الحقيقه، وانا اعتقد ان هو قرار حكيم جدا. كشفت على ودانه طبعا، لقيت الاذن اليسرى فيها ثقب. الاذن اليمنى الى حد ما طبيعيه جدا، ما فيهاش اي حاجه، والوش في الناحيتين، بس في الاذن اليسرى اكتر دوخه، الدوران والدوران اكتر. الحقيقه حقناه النهارده الحقن الخامس ليه. بعد اول حقنه النتيجه كانت ايه؟ 0. بعد تاني حقن 0. ثالث حقنه 20%. 20% اللي اتحسن. الطنين راح كويس. كان عندي آلام ورا العظمه اللي بتاعت وداني دي، راح نهائيا الألم. وبحس افضل. كان في عندي وغوشه جوا، يعني بحس في حاجه بتخرمشني، راحت. ولما ضربت الابره الثالثه تحسنت اكثر. يعني خدوا بالكم، استاذ رسلان دارس حالته كانه طبيب، بيتكلم معايا على الاذن الداخليه والحقن بيتحط فين، ونوع الابره ايه، ونوع الحقن ايه،
وبنحط كام ملي والنتيجه شكلها عامل ازاي والكوكليا جوه او القوقعه شكلها عامل، بيتكلم معايا كلام علمي بسطني جدا. ومن اكتر الحاجات اللي بتبسطني المريض اللي يجي لي ويبقى فاهم حالته عشان يقدر يستوعب اللي انا بعمله قد ايه صعب. وطبعا النتيجه بتاعت ربنا قولا واحدا دايما اقول كده. حققنا الحقنه الرابعه. الحقنه الرابعه حسيت تحسن من اول امبارح، يعني وصل 50% تقريبا. ايه اللي اتحسن في ال 50%؟ الدوخه والالام يعني الفاقي والبلوري، انا بشوف تغوش. راحت التغويشه. كان في عندي الم في رقبتي راح، العظمه اللي ورا وداني راح، الاثنين صراحه بدون ما تاخد يعني راس، ما تاخد مسكنات. لا ما باخدش حقن. انت انا فاهم عارف حالتي، ما باخدش مسكنات ابدا خالص. انت فاهم حالتك كويس. طبعا اكيد. تمام. احنا النهارده دلوقتي حالا هنحقن له الحقنه الخامسه اللي هو مسافر بكره، بعد بكره الفجر. بعد بكره الفجر. شيكاغو. لا رايح تركيا باين. رايح تركيا بعدين على شيكاغو. رايح تركيا. هنحقن له النهارده الحقنه الخامسه في ناحيتين، وهنتواصل معاه ان شاء الله على امل ان هو يرجع لنا تاني. زي ما انا بقول، اذا التحسن ان شاء الله ما نقدرش نوقف. النهارده الحمد لله هو بيقول 50%، انا بقول له يا سيدي 40%، وبقول له 30% كويس جدا لحاله زي بتاعتك. فالنهارده هنحقن الحقنه الخامسه وهنوريكم بالظبط هنعمل ايه بالظبط فروم اي تو زي من دلوقتي لغايه لما نخلص الحقن. تعالى اتفضل. طبعا احنا الاذن اليسرى ما بنحقنش فيها، اليسرى ما بنحقنش لان فيها ثقب. عشان كده انا قلت الاستاذ رسلان بنتصرف معاه بطريقه مختلفه تماما وحاجه جديده جدا. من الاذن اليسرى دي ناس كتير جدا بتفتكر ان ملهاش حقن، لا ليها حقن طبعا. ده المخدر ببساطه خالص، بختين وهو بيحرك التريجس او الحته القدامانيه دي عشان المخدر يوصل لغايه الطبل. ايوه طبعا انا عايز احدد مكان اللي بالظبط بحقن فيه، اللي هو الثقب اللي جوه الاذن. ايوه عليا ثواني. خلصت. تعب؟ تمام. الم؟ حرق بسيط، حاجه خفيفه خالص. تمام ممتاز. ايوه خليك برضو شويه الناحيه الثانيه. ايوه ممتاز جدا. ثواني بس خلاص. تمام. كيف الحال؟ الحمد لله ممتاز. ممتاز. بيساعدوني الابر كثير. في وجع، في تعب؟ لا ابدا ولا حاجه خالص، خصوصا في البنج ابدا ما بتحس خالص باي حاجه بالظبط كده حقيقه أبداً. تمام. احنا كده خلصنا. شكرا معايا بقى كده دكتور هشام، شكرا. احنا كده خلصنا الحقن خلاص. هيروح ولا اي حاجه تاني فيها مشكله، وان شاء الله احنا هنتواصل معاك لغايه ما تتحسن وننتظرك عشان ناخد كورس تاني ان شاء الله. تعال اتفضل استريح. ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك يا استاذ رسلان. شكرا دكتور. طبعا زي ما احنا قلنا استاذ رسلان جاي لنا من شيكاغو من امريكا، وحالته صعبه جدا
عملنا له حقن، ولسه مخلصين الحقن دلوقتي حالا، خلصنا ال5 حقنات. بعد الرابع حقنه الحمد لله التحسن كان كام؟ 50%. 50% في الوش والحاجات دي كلها. انت مسافر بكره بعد بكره؟ نعم. الفجر مش كده؟ ما كنت قعدت معانا خدت كمان كورس. حرجع تاني ان شاء الله عشان ضايقت شويه الوقت. ما توقعتش انه الابر دي بين يوم ويوم. توقعت كل يوم. كل يوم. فلما قلت لي 5 حقنات فكرت 5 ايام. بس لازم ندي وقت للدواء عشان ياخذ مفعوله وما يعملش تلف في الودان. كل شويه نضرب. فلما عرفت منك بين يوم ويوم اجلت طيراني مره، مش حقدر اجله ثاني. تمام. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. شكرا. مبسوط وانت مسافر؟ جدا. انا عايز اسالك سؤال، كنت متوقع ان انت تتحسن كده؟ الحقيقه نعم. كنت متوقع؟ انا كنت توقعت جاي عليك اتحسن، لان شفت شغلك مع غير ناس. متوقع انه اتحسن. حتى سالني صديقي ايش، قلت له اول يومين لا، ثالث يوم انا سالتني انت جاوبتك. طبعا. قلت لك انا دي الحقنه الثانيه مش حاسس باي يعني انا مو حاسس باي تحسن. بعد الثالثه تحسنت وجاوبتك طبيعي يعني صراحه تنقال يعني. بعد اول حقنتين كان التحسن صفر، انما بعد الثالثه كان التحسن كام؟ حسيت 20%، والرابعه حسيت 40%، والنهارده ودي ال5. ربنا يسهل. 40 ل 50. ربنا يسهل. نسمع منك بقى التحسن كمان يومين ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. واذا حسيت حالي بتحسن كثير بركب طياره بعد 2 3 وبجي اخذ كمان كورس. تنور. الصحه اهم شيء يعني. طبعا. برافو عليك. انا اولا انا سعيد بالمنتاليتي بتاعتك. بقد ايه انت جاي من اخر الدنيا ودارس حالتك كويس، جاي من امريكا من شيكاغو، حارس يعني دارس حالتك كويس جدا. وقد ايه انت حتى لما انا قلت لك ان ممكن الحقن ما يجيبش نتيجه، لان الحقن بيجيب نتيجه على حسب استجابه الودن، انت كنت عارف انت بتعمل ايه، واخد قرارك لا احنا هنحقن، ولان الحقن ان ما فاتش مش هيضر، وانسيستنج، ويعني قصدي اصريت ان انت بعد اول حقنه ما فيش نتيجه، ثاني حقنه ما فيش نتيجه، ثالث حقنه 20، رابع حقنه 50، النهارده ال5 نتمنى توصل 70 و80. يعني لا تفقد الامل. انا اول ابره ثاني ابره ليش متعب نفسي وجاي على الدكتور اذا ما فيش فايده؟ طبعا. بس ما تفقد الامل، تتحسن، بتغير حياتك، لانه الدوخه اللي عنده المرض بيحس انا حاسس طبعا. في ايه. طبعا. تعطلك عن شغلك وعن عيلتك وعن اهلك وعن ظروف حياتك، وتاثر طبعا. عليك جدا نفسيا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وتروح ترجعنا بسلامه ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور. نورتنا. الله يخليك. نورتنا. اوكي شكرا. ده فضل من ربنا علينا. شكرا. وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. امين. تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.